السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنصلي الأول على النبي عليه الصلاة والسلام ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وفي النهاردة إن شاء الله هنعرف قد إيه إن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بيساعد البني آدم في حاجات كتير جدا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام لما الراجل قال له هخلي لك كل دعائي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له كفيت ووقيت. ففعلا هو بيعمل كفاية للبني آدم وبيعمل له وقاية من حاجات كتير. النهاردة هقول لكم حكاية حصلت لجدتي، وقبل ما احكي الحكاية هقول لكم كانت بتنصحني بإيه. كانت بتنصحني دايما إن معليش صوتي، كانت بتنصحني دايما إن ما اضحكش بصوت عالي علشان محدش يلتفت النظر إليا ويبقى منظري مش كويس. كمان إن ما استهنش بالكلمة اللي بقولها، ممكن لما أقول لحد كلمة تضايقه أبص لقاه يزعل، فأنا باخد ذنب وهي كمان بتأثر في نفسية الشخص. فعلى قد ما نقدر نقول الكلمة الحلوة. النهاردة قصة جدتي عن حالة حصلت لها هي نفسها، مرت بيها هي، يعني الحالة دي جت لها تكشف عندها. وبعدين لما الست دي جت فكان عندها نوع من أنواع هنقول هو عبارة عن كيس أو عبارة عن حاجة زي الدم كده موجود في مكان حساس شوية، لأن جدتي كانت دكتورة أمراض النساء. فالطريقة بتاعت العلاج لهذا الكيس هو كان اسمه بارسولين جلاند، في غدة موجودة، ولكن الكيس ده يا إما بيتفتح وبيتنظف وبيتساب لغاية ما يلم وخلاص والدنيا تبقى كويسة، وبتاخد طبعا الست بعض الأدوية والكلام ده كله، يا إما بيتشال. فالست قالتها لا يا دكتورة أنا عايزة أشيله. هي جدتي قبل ما تعمل أي حاجة قالت لها في طريقين للعمل، يا إما إن إحنا بننظف الجزء ده يا إما إن إحنا بنشيله خالص. قالت لها لا شيليه. ففي نفس الجلسة جدتي قالت لها خلاص ماشي وشالته لها. بس للأسف الست دي كان عندها نوع من سيولة في الدم. جدتي ما نسيت تعمل لها تحاليل أو أي حاجة قبل ما تشيله لها. فجدتي روحت بعد قفل العيادة والكلام ده كله، جات لها تليفون إن الست بتنزف. فهي بعض الشيء قلقت، بعض الشيء دخل إلى قلبها القلق شوية، يا ترى الست بتنزف ليه؟ هو مفيش داعي، دي مجرد غدة. فالمهم ما قالت لهم خلاص اتفضلوا تعالوا في العيادة وأنا هقوم ألبس واجيلكم. قالوا لها هي مش هتقدر تتحرك. فلما راحت لقيت فعلا إن الست كما لو كان حد ذابح ذبيحة، ملايات سرير غرقانة، السرير غرقان، كل ده كله حاجة صعبة جدا. فهي فوجئت لأن دي مجرد غدة. أي دكتور فاهم يعني إيه البارسولين جلاند، وإن مفيش في المنطقة دي اللي يستدعي كل هذا الدم يعني. المهم طول السكة كانت بتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلاته شيئا، وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامه شيء، وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. فكانت هذا الدعاء كان جاي في بالها على طول السكة وهي رايحة للست دي. راحت، فطبعا هي كانت واخدة معاها خيط وإبرة وكانت واخدة معاها حاجات كتير مطهرات وحاجات المهم فبدأت تخيط للست المنطقة دي علشان ما تنزفش. أول غرزة خدتها كانت غرزة سطحية جدا. بعد كده وهي بتاخد الغرزة التانية حست إن إيديها كأن حد مسك إيديها وخلاها غرزة عميقة جدا. وهي بتاخدها لقيت إن سبحان الله الدم وقف وهي لسه بتاخدها، يعني العمق ده خلى الدم وقف. فكانت بتقول سبحان الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت عايزة تقول لي إن ما سيبش أبدا الصلاة على النبي. إزاي أنا بستفيد بيها؟ هو أنا لما صلي على النبي عليه الصلاة والسلام هو أنا كده بس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيستفيد حاجة؟ أبدا. هل لما بنصلي الصلاة بتاعت ربنا الفروض الخمسة ربنا سبحانه وتعالى بيستفيد حاجة؟ أبدا. نحن الفقراء إلى الله، نحن الفقراء إلى ذكر رسول الله، نحن فقراء لكل ذكر يقربنا إلى الله. وما ننساش إن إحنا لما بنصلي على رسول عليه الصلاة والسلام مرة فإن الله يصلي علينا 10. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.